وهي في الامتحان بتطلع الطياره اللي فيها الكاميرا وبتروح عند الاستاذ وبتسرق الورقه بالطياره وبترجع الطياره مكانها والاستاذ واقف وراها وبتخبيها وبتحط عليها علبه، وبعد ما بيمشي بتقدر تكتب كل الاجابات صح. وتاني يوم بيعرفوا ان لينا هي اللي حلت كله صح وجابت الدرجات النهائيه وبتفرح جدا، وفي نفس الوقت زميلها بيكونوا متضايقين عشان حلوا بمجهودهم وما جابوش درجات كويسه، وهي اللي غشت جابت الدرجات النهائيه وبتغش بطريقه تانيه في الامتحان التاني. وبيكون معاها مناديل وبتعمل نفسها بتنف، بس بتكون كاتبه على المناديل كل الاجابات، واصحابها عايزين يغشوا معاها عشان ينجحوا من غير ما يتعبوا، بس بتاخد منهم فلوس عشان تغششهم. وبعد ما بتاخد الفلوس بتدي كل واحد المناديل اللي فيه الاجابات. وبعد شويه عامل نظافه وهو بينظف بيلاقي في الزباله الاجابات بتاعت المدرسه، وحد عمل منها كذا نسخه. وبيفتكر من يومين لما دخل الاوضه لقى الطالبه لانا جوه وكانت مخبيه حاجه ورا ايديها، وبيعرف ان هي اللي عملت كده، وبيروح يقول للمراقب اللي كان واقف عليهم وبيعرفوا ان لانا هي اللي عملت كده. والمراقب بيتضايق جدا عشان كان مغفل قوي. ساعات المراقب بيروح لها وبيوعدها انه هيسقطها،